من النهارده مفيش شاورما ابو حيدر، في شاورما ام المنامين. هعمل لكم احلى ساندوتش شاورما مصري رهيب، هخليكم كده تاكلوه في كل قطمه تقولوا الله الله على الحلاوه، الله على الجمال، ومش هخليكم تشتروا شاورما تاني من بره. اول حاجه بحضر معايا الخضار عشان يبقى جاهز وقت تسويه اللحمه، لانها مش بتاخد وقت في التسويه معايا خالص. هجيب بقى بصلتين، طماطمتين، حزمه بقدونس، وكمان نعناع، وده مكون مهم جدا وما تخافوش مش بيبان خالص. انا بحب احط البصل الاحمر على الشاورما، بيبقى مسكر كده ومقرمش وطعمه خطير. بقطع ترانشات رفيعه، وعشان ما كانش عندي بصل احمر تاني استخدمت بصلايه بيضه اللي قشرتها ذهبي معاها، وعملت ميكس ما بينهم. الطماطم لازم تكون حمرا وجامده، بقطعها لنصين وبشيل الجزء ده، وكل نص بقسمه على 2 لو عاوزين قطع طماطم كبيره وزهره، وبقسمه على 3 لو عاوزين القطع صغيره بالشكل ده، انتوا وذوقكم. هنيجي بقى للبقدونس. انا عندي ربطه بقدونس بقسمها من النص، باخد جزء الاوراق بستبعد جزء السيقان، وبقطع البقدونس ناعم جدا زي كده ما انتوا شايفين. اما النعناع انا باخد اوراق كام عود مش كتير، وزي ما قلت لكم في الاول ان هو مكون مهم قوي في الشاورما المصري، بس ما تكتروش منه، هو بيدي تيست حلو قوي في الاخر لكن طعمه ما بيبقاش ظاهر ابدا. وبرده قطعوه ناعم زي البقدونس كده بالظبط. وبشيل بقى الخضار ده كله على جنب، وعلى نار عاليه بحط طاسه، يفضل تكون الطاسه تقيله زي الحديد كده اللي هي الكاست ايرون، عشان بتكون افضل في تسويه اللحوم. ونخلي الطاسه تسخن، وعقبال ما الطاسه تسخن تعالوا اقول لكم افضل قطعيه للشاورما هي قطعيه وش الفخده اللي هي بتتعمل منها البفتيك، او جيبوا عرق فليت وقطعوه برده شاورما. القطعتين دول اللحمه فيهم ما بتاخدش وقت خالص، وجيبوها تكون كده فيها دهون شويه بتخلي طعم اللحمه احلى واطرى بعد التسويه. واول ما الطاسه تسخن كويس بحط فيها شويه من الزيت. والمكون المهم والاساسي في الوصفه دي هي اللية، من غير اللية مستحيل مستحيل هتاخدوا ريحه او طعم شاورما المطاعم ابدا ابدا. اوعوا تتخلوا عنها في الوصفه دي. انا جبت قطع اللية وقطعتها كده ترانشات رفيعه زي تقطيعه الشاورما كده بالظبط، ونزلت بيها تسيح وتتحمر، ورشيت رشه الملح دي عشان الطرطشه. واول ما تسيح وتنزل دهونها وتاكل لون حلو وتتحمر، بنزل باللحمه وافرد اللحمه كويس جدا في الطاسه، ومش بقلب اللحمه خالص الا لما تاخد لون حلو قوي من تحت. هبهرها بقى بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود، وربع معلقه صغيره من الحبهان البودر، ورشه فريش كده من جوز الطيب، ودي اختياري لو مش عايزين تحطوها ما تحطوهاش. اقلب بقى. لو القطعيه زي ما انا قلت لكم مش بتاخد سوا خالص، هتاخد مش اكتر من 10 دقايق ويمكن اقل كمان. بصوا بقى بتتقطع بكل سهوله ازاي كده تكون استوت. واول ما تكون استوت انا بحط لها معلقه صغيره من الملح، تقليبه بسيطه. واول ما تاخد لون التحمير الرهيب ده، هحط بقى دلوقتي الخضار بالتدريج. اول حاجه بحطها وهي البصل، اخدها بقى تقليبه بسيطه. اوعوا البصل يطرى منكم، قلبوه بس من كل الجهات. وبعدين بحط عليه الطماطم والبقدونس والنعناع، وبرده اخلطه كله مع بعض، واروح طافيه النار. مش عاوزه الخضار يستوي او يطرى معايا خالص، لازم يبقى كل الخضار محتفظ بلونه وشكله وقوامه. بصوا لي بقى على الجمال ده، وبصوا على الحلاوه ولا الريحه، مش قادره اقول لكم على الريحه، خطيره خطيره خطيره. الوقت ده انا هطفي النار، وهجيب بقى العيش بتاعنا اللي هو زي ده بالظبط، ويكون طازه ويكون بالسمسم. يا سلام! افتحوه بقى وغرقوه من دهون الشاورما، وملوه بالشاورما وغرقوه بالطحينه، وبكده هيبقى معاكم احلى ساندوتش شاورما مصري. مش قادره اوصف لكم على ريحته ولا طعمه، خطير خطير رهيب بجد. قدموا بقى كل ساندوتشات الشاورما اللي احنا حضرناها بنفس الطريقه، هتاخدوا احلى ساندوتشات رهيبه، ومعاها بقى اي مشروب انتوا بتحبوه مع التلج. وكلوا بقى واستمتعوا بعمايل ايديكم في البيت، وابهروا حبايبكم واولادكم، وتلقائي هتلاقوا نفسكم مع كل قطمه هتقولوا الله الله على الجمال، وتسلم ايديكم وبألف هنا. ولو عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفة، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وما تنسونيش. انا منى الموان، وباي باي.